امريكا اعترفت بالصحراء المغربيه والجزائر كترجى وكتزاوق. عافاكم ما تصنفوش ليا البوليزاريو كمنظمه ارهابيه راه غنمشي فيها. ودونالد ترامب رفع التحدي وقال هذا هو القرار النهائي ديال الولايات المتحده الامريكيه، وقال ان الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه وخاص جميع الدول في العالم تعترف بها. والجزائر بلا ما تسحب السفير تاعها من امريكا كما دارت لاسبانيا وفرنسا مشات كترجاهم وكتزاوق وقالت لهم هذا الشيء اللي درتو راه غلط وخصكم تراجعوا القرارات ديالكم. ودابا النظام العسكري خايف ان الولايات المتحده الامريكيه تصنف البوليزاريو كمنظمه ارهابيه، حيت ديك الساعه العالم كامل غيصنف الجزائر كدوله كتدعم الارهاب وغيحاسبوها على جميع السنوات اللي فايته والفلوس اللي خسروا على ابراهيم غالي. 500 مليار عباد الله والسلاح اللي عطاو البوليزاريو غير ضدا في المغرب، وغيوقع الجزائر ديك الساعه كما وقع العراق مع صدام حسين، وهذه غتكون هي النهايه ديال النظام العسكري وغيخرجوا فيه ذنوب المغاربه كاملين. بعد ما اعترفت اسبانيا وفرنسا النظام العسكري الجزائري متمسك ان الصحراء ماشي مغربيه، ولكن ملي خرج رئيس اقوى دوله في العالم دونالد ترامب ما عندهم ما يديروا. ودابا كيشوفوا كيفاش يتفكوا من هذا البوليزاريو ويخرجوهم من الاراضي الجزائريه، وبداو كيصاوبوا لهم الباسبورات وكيصيفطوهم لتونس على اساس انهم مواطنين جزائريين، وكيدفعوا تما الاقامه وكتعطى لهم بالتعاون مع الرئيس التونسي قيس سعيد اللي كيشد الفلوس من الجزائر باش حتى هو يعاون البوليزاريو، حيت الجزائر صافي استسلموا وما عندهم ما يديروا مازال. ودابا كيقلبوا غير كيفاش يفكوها حيت جميع الدول تخلات عليهم وولات مع المغرب، ولقاو راسهم منحصرين ومضاربين مع مالي والنيجر وعندهم علاقات مع موريتانيا فقط. اما الدول القويه بحال دول الخليج واوروبا وامريكا كلها مع المغرب. غير باش تعرفوا المملكه الشريفه المغربيه الله يحفظها على شقادها. الصحراء المغربيه دابا راه في المغرب وعايشين فيها المغاربه، اما الجزائر راه تنجو في اللي ديالهم ومشات لهم وعطاوها البوليزاريو وكيشريو لهم الاسلحه واي حاجه كيحيدوها للشعب تاعهم باش يعطيوها لابراهيم غالي. هذا الشيء كامل سيدي ضدنا في المغرب باش غير تعرفوا النظام العسكري كيفاش كيفكر. ودابا كلشي مشى لهم في الزيرو حيت الرئيس دونالد ترامب قال لهم جمعوا راسكم مع المغرب راه الصحراء مغربيه. وسيدي ملي خافوا خرج الرئيس تاعهم تبون وقالوا لك اسيدي حنا لا علاقه لنا بالبوليزاريو داكشي ديال الامم المتحده. والمغرب دابا تفوق في جميع المجالات وجميع الدول في العالم اعترفت بالصحراء مغربيه وكتحل القنصليات في الصحراء والشركات. اما الجزائر غداو كتدهور وحاضيه غير المغرب فين وصل. او دير تشوف التاتعيه وتقول الله يستر.